وصفتنا طبق كرات البطاطا بطريقة وبخلطة مميزة غير المعتادة. جربوها. وصفة بتاخد العقل، طعم وشكل، وللعزايم تحضير مسبق ولا أروع. تعمليها وبتحطيها بالفريزر، وقت الحاجة بتطالعيها قبل 4 ساعات، وبعدين حمي الفرن ودخليها بنفس الصحن. بس انتبهي ما يكون الصحن متلج وتحمي الفرن وتدخليه بينكسر، بصير مثل القبر. استني لياخد حرارة المطبخ وبعدين دخليها الفرن. قولي بسم الله وخلينا نبدأ بأول مرحلة تحضير. منحط الطنجرة مع مكعب زبدة ما يعادل معلقة. ربع كيلو مفروم دجاج، ممكن الدجاج يكون مكعبات، تجيبيهم صدورة وتفرميهم مكعبات. بصلة مفرومة، سنين توم، فلفل أسود أو بهار حلبي اللي فيه 7 مكونات، نص معلقة، معلقة صغيرة بشر ليمون، ملح البديل مكعب ماجي، معلقة أوريكانو هو الزعتر الناشف اليابس، معلقة ريحان بيعطي طعم مميز. رح أرفع هالدجاج بنفس الطنجرة مكعب زبدة. رح أحط الفطر، وعندي حبتين كماية، الكماية بشبه الفطر حبيت أحطهم، علبة فطر صغيرة، تقليبتين، وبنحط الفلفلة الحمراء، الفلفلة الخضراء، البصل الأخضر. رح أطفي النار وأضيف الدجاج. عندي حشوة زادت من كبة على السيخ بمفروم الدجاج، بدي أضيفها. مكوناتها بصل ودجاج وشوية مكسرات. دهنت البيركس بربع معلقة زبدة. سكبنا هالخلطة المميزة لو تشموا الريحة، ورح ننتقل لتحضير البشاميل المميز والطيب. بطنجرة منحط معلقتين كبار زبدة. لا تستني الزبدة تسيح على الخالص مشان ما تحترق. كل معلقة زبدة بدها معلقة طحين. منشوح الطحين بدون ما ياخد لون لنروح طعم الطحين. منضيف كوبين حليب، مكعب ماجي، ممكن تحطوا بس كوب حليب وكوب مرق عظم إذا عندكم. لناخد طعم مميز وطيب للبشاميل ممكن تضيفوا جبن موزاريلا أو جبن سائل، جود بالموجود، ممكن جبن سوري وشيدر، ممكن موزاريلا لحاله. وحتى بدي أسهل الأمور عليكي، للمغتربين الجاهز في خلطة اسمها صلصة الأجبان الأربعة، تعطي طعم مميز. ممكن تحطيها نصها بكفي، وممكن تحطيها كلها، هي 100 ميلي، حطها كلها ما بدي أشيلها. بالنهاية رح نضيف المنكهات، فلفل أسود نص معلقة، جوزة الطيب تقلب موازين الطعم خيال معلقة، وصارت جاهزة. ما بدنا إياها سميكة زيادة عن اللزوم، احسبوا حساب إنه بدنا ندخلها للفرن، رح تسمك بعد دخولها للفرن. خفي برفع عن النار وبوزع نصها، وتابعي الفيديو لنشوف ايمتنا نحط الباقي. اي نوع جبن عندك جود بالموجود، بوزع جزء من مقدار الجبن. جبن سوري، ممكن تحطوا جبن موزاريلا، وممكن جبن عكاوي اللي بيجي مالح، حلوه وبعدين نشفوه من السوائل وبشروه بهالشكل ووزعوا. وجود بالموجود. رح نسلق البطاطا،
راح أقشرها وأهرسها. المكونات اللي راح أضيفها فوق البطاطا المسلوقة وأهرسها هي معلقة كبيرة زبدة، مكعب ماجي، ممكن تحطوا ملح، رشة إبهار البديل فلفل أسود، وأوريكانو ربع معلقة. بدي أطحن كعك المتوفر عندي. هي سخنة نار اهرسوها. إضافة هالمكون اختياري، معلقة أو معلقة ونص كعك مطحون. ما عندكن هالهراسة جود بالموجود بشوكة. وركزي صبية، شوفي ايش بدي اضيف لاخذ طعم مميز وطيب. معلقتين حليب، حتى ممكن تحطوا معلقة من هي بتعطيها طعمة رائعة هيك بتجنن. سخنة نار، رح اتركها تبرد وبعدين ببدأ بحشيها. إيش ما بتحبوا منكهات ضيفوها. الوصفة ما لها آية قرآنية. بحط جبنة بهالشكل، ممكن جبن شيدر، بكورها هيك. شايفين شقد سهل تشكيلها؟ حبتين بطاطا كبار عملوا هالعدد. إذا شفتوا الخليط زيادة زيدوا له مي واعملوه بهالسماكة ومنوزعه فوق البطاطا. منوزع الجبنة. هالوصفة للعزايم ولا أروع، ممكن أن تفرز لوقت الحاجة. غلفتها وفرزتها، وقت العزيمة طالعتها. رح أوزع فوق كل كرة بطاطا شريحة جبن. بجيب شرايح جبن الساندويش المربعة، بقسمها 4 قطع، كل قطعة بحطها فوق حبة البطاطا. بحمي الفرن مسبقا حرارة 180 وبخبزها. بالبداية بشعل النار من تحت لتشقر الحواف، بطفي النار من تحت وبشعل من فوق لآخذ هاللون اللي بجنن. ونصيحة، لا تحمري الجبن زيادة مشان ما تفقدي طعمه الطيب. وصفة بتاخد العقل، طعمه شكل. صارت جاهزة، بغلفها لحتى ما تفقد رطوبتها وتنشف معي. وشوفوا إيش بعمل مشان العزيمة، بحمي الفرن كتير وبطفيه وبدخل الوصفات اللي بحاجة لتسخين للفرن لتاخد سخونة.